عندك شي نهار يطلب لك شي واحد الملحه من الدار وتجيبها لي، عطيه باش يشريها وما تعطيهاش ليه من الدار ديالكم. واخا يقول لك ولو شويه ما تجيبهاش ليه، راه كديروا شي حوايج بالنيه بلا ما تحسوا، ولكن راه غادي تخلصوها غاليه. الا ما رديتيش البال لهذا الشيء اللي غادي نقول لك تقدر تدمر حياتك وحياه ولادك. الا عطيتي شي حد الملح من الدار ديالكم وبغى فيك الخدمه يقدر يسحرك بها، لان الملح كيسحروا بها على اساس يمشي الرزق والبركه من المنزل ديالك. يعني ديك النيه الصافيه حيدوها. لا مسكينه راه ما عندهاش نعطيها، شري ليها باكيه على برا وما تعطيهاش الملح من الدار ديالك. حاجه اخرى، الحوايج اللي كتعرق فيهم ما تسلفهمش لشي واحد ولا تخليهم ليه. ردوا بالكم، والمشطه اللي فيها الشعر ديالكم ردوا منها البال وعرفوا فين كتحطوها. اللي غادي هي وصاحبتها للحمام اولا اللي غادي هو وصاحبو للحمام. عروسه بقات ليها 10 ايام وتزوج، خدماتها صاحبتها في المشطه في الحمام، لدابا باقا بلا زواج وغير حله فمها. والدراري الصغار اللي مازال ما نوضوش السنان حذاري ديوهم معكم العراسات. نصائح من الذهب ما غاديش يعطيهم لك اي واحد. اذا كنتي انت نيه كاينين